دايما وقتنا بيتقسم نصين، نص مطمن ومش شايل حمل حاجات كتير تقلقه، ونص تاني مليان رعب من اي حاجه جايه او من اي حاجه ممكن تحصل قدام في حياته. في ناس بتعرف تتعامل مع ده، وناس تانية بتستسلم وبيبقوا فريسه لهذا الشيء اللي انت معرفتش تستغله لمصلحتك، الشيء اللي هيوقفك مكانك بقيت حياتك لو سبت له نفسك. في العموم كلنا بنخاف. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. وحشني والله يا صديقي، ليك وحشه والله. يعني مش عارف اقول لك ايه جديد، بس فاهم يعني ايه، يعني انت جميل وانا جميل وكل صور هناك هو جميل، بيعمل لكم باي من ورا الكاميرا زي كل مره. الحمد لله المره دي الجو حلو شويه، ما علينا. إيه، افهم بقى. خلينا قبل ما نغوط في الكلام النهارده وانت لسه كده بتعمل قهوتك، نعرف مع بعض تعريف بسيط عن الخوف. ايه هو الخوف؟ الخوف هو شعور طبيعي جسمك ونفسيتك بيستجيبوا ليه لما بيحصل مواجهه في مواقف معينه او حاجه بتحس فيها بخطر. ولكن الخوف من المشاعر الاساسيه اللي بتساعد الانسان على المعيشه، وشعور محفز ان الانسان ياخد قرارات صعبه في حياته. حوار كبير. وعايز اقول لك كمان ان في حاجات بتحصل لجسمك وقت الاحساس بالخوف، زي زياده ضربات قلبك، انك تعرق. وطبعا حته العرق دي بعيد عن الجو اللي احنا فيه، يعني احنا بنتشوي هنا. ما علينا. طب هو ليه اصلا في خوف يا صاحبي؟ بص، الخوف هو آلية تطوير أساسية ربنا سبحانه وتعالى خلاها في كل بني آدم، ومفيش إنسان ما بيخافش. يعني عشان لو حد هناوي يضحك عليك يقول لك أنا ما بخافش وما بعملش، فاهمني؟ شفت أنت فاكر أنت محمد هنيدي يقول أنا ما بخافش؟ إيه ده؟ ما بقتش بخاف زي الأول، بقيت بخاف اكتر. الخوف بيساعدك انك تبعد عن اي حاجه فيها خطر. كلنا بنخاف من اي شيء مجهول، بنخاف نتوجع، بنخاف من المصايب، بنخاف من الموت. كلنا بنخاف. هتلاقي واحد دلوقتي يقول لك الحمد لله انا ما طلعتش لوحدي، فاهمني؟ يعني ايه، في واحد كده دلوقتي يعني دايما بيبقى في انسان كده في وسط البني ادمين كتير يقول لك ايه، انا بحس بحاجات، بحس ان مفيش حد حاسسها غيري، او حاجات بخاف منها محدش بيخاف منها غيري. لا بس والله كلنا في نفس المركبه يا صاحبي، فاهمني؟ وكمان الخوف زي ما قلت لك بيساعدك انك تتاقلم في البيئة بتاعتك او المعيشة بتاعتك، عن طريق انك بتتعلم من المواقف اللي بتحصل، وبعد كده بتبدأ تتجنب حاجات معينة في حياتك. اي حد مننا بيخاف يقرب من النار عشان ما يتلسعش. بس هل انت عرفت كده لوحدك؟ يعني انت بفطرتك رحت عند النار قلت لا انا لو لمستها هتلسع؟ اكيد لا، اكيد اتلدعت مرة. كلنا اتلدعنا من النار، كلنا رحنا ايه ده نار، اتلسعت. فاهمني؟ كلنا كده. انت اتلسعت يا كرولوس؟ العالم مش بالساهل برضه. الخوف برضه بيساعدك تتعلم من تجاربك القديمه. الطريقه الوحيده اللي هتلحقك قبل ما تقع في نفس الغلط. وقعت، اني اسف. والخوف كمان محفز قوي قوي لحاجات كتير. كلنا مثلا عندنا نقطه الخوف من الفشل، وانا بشوف ده شيء محفز جدا، انك ما تفضلش مكانك وتحاول تعافر وتحاول تثبت لنفسك ان انت تعرف تنجح في حاجات كتير. فهمت ليه بقى في خوف؟ طيب ازاي بقى الخوف ده او الشعور ده او الاحساس ده ساعات بينفعني وساعات بيضرني؟ ما اعتقدش ان انت هتحب جسمك يبقى تعبان دايما كده وهلكان، لان الخوف بيبقى سبب من اسباب الاجهاد الجسدي اللي دايم بقى، مش اللي هو حبه وبيروح، اللي هو مثلا شلت عزالك كرولوس، شلت عزال، فاهمني؟ وخلاص جسمك تعبك فتره بس بعد كده هتبقى تمام. لا، انت هتفضل تعبان دايما. ولا برضك هتحب ان انت يبقى عندك قلق واضطرابات نفسيه، ولا انك تخسر فرص كتير في حياتك بسبب انك خايف تاخد الخطوه. وما اعتقدش ان انت هتحب تبقى وحيد كمان. مسك خوفك اللجام واستقبل كل الحاجات ديت مره واحده كده، باكج كده على بعضها. هنقول انك طلعت راجل مجدع زي ما بتطلع دايما، وانا عارف ان انت هتطلع راجل جدع لان انا بحبك. تستغل خوفك بقى ده لمصلحتك ازاي يا ابني؟ ما احنا لسه قايلينهم فوق، يعني احنا هنعيد الكلام تاني؟ ما احنا لسه قايلينهم فوق. اصحى يا اخويا كده، صباح الفل، اصحى فوق. عارف انت طبعا ايلون ماسك؟ مفيش حد دلوقتي ما يعرفش ايلون ماسك. الراجل ده في وقت من حياته ولحد وقتنا هذا دايما عنده نقطه خوف من الفشل التجاري، وكان يتكلم عن الموضوع ده في كذا بودكاست ليه. خوف ان هو يفشل في حياته. بس لما استغل احساس الخوف اللي عنده دوت ان هو يبقى محفز ليه، وواجه حبه تحديات حلوه في حياته، وفشل مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ومية ومتين والف. بس الفكره كلها ان هو ما استسلمش للفشل. الفشل كلنا هنعدي بيه، انا انت كرولوس ايا كان، كلنا هنعدي بالفشل، مفيش حد مش هيعدي بفشل. بس الفكره ان انت بقى بعد ما عديت بالفشل تتعلم منه، هتقوم تكمل ولا خلاص انا استسلمت. في حالتنا ايلون ماسك ما استسلمش، والنتيجه كانت ايه؟ ان هو دلوقتي عنده شركات زي تسلا وسبيس اكس. فصباح الفل يا صاحبي، الفشل هو جزء من النجاح، لازم تفشل عشان تنجح. ماشي. عندك مثلا نيلسون مانديلا قضى 27 سنه من حياته في السجن بسبب ان هو كان ضد النظام العنصري اللي كان موجود في جنوب افريقيا. قضى 27 سنه من عمره في السجن. بس لما تيجي تبص على الراجل ده لما خرج، الراجل ده بسببه عم السلام في جنوب افريقيا واصبح رئيس البلد دي. ولو عايز تعرف برضه نماذج سيئه، فانا جايب لك نماذج سيئه، بس حتى النماذج دي وهي سيئه
نجحت، بس لو كانوا هم لسه عايشين ما كانوش نجحوا. هتفهم انا قصدي ايه. عندك مثلا فرانز كافكا، ده كان كاتب مشهور، بس عايز اقول لك ان هو اتشهر بعد ما توفى. ليه بقى؟ ايه السبب؟ السبب ان الراجل ده كان عنده انعدام ثقه في نفسه، ومخاوفه كانت كتير قوي من اي حاجه ممكن يعملها جايه، لدرجه ان هو طلب من اصحابه ان هو بعد ما يموت يحرقوا كل حاجه هو كتبها. بس لحسن حظه صحابه ما عملوش كده، والحاجات بتاعته دي اتنشرت، والحاجات اللي اتنشرت دي كانت من اعظم الادبيات في القرن العشرين. تخيل بقى لو كان هو فضل عايش اصلا، فاهمني، ما كانش وصل لحاجه. هو شايف ان هو فاشل دايما وما عندوش ثقه في نفسه، وي 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 فوصل للحال دوت. بس سبحان الله بعد كل دوت حاجته تتنشر وتبقى فعلا تتصنف انها اعظم ادبيات في القرن العشرين. طيب سيبك خالص من كافكا، اكيد عارف فان جوخ. طبعا هتروح جاي ايه اللي فان جوخ، ايه اللي فشل مش فشل، ماشي معاك، بس فان جوخ اتشهر واتعرف برضه بعد ما توفى. ليه؟ فان جوخ كان عنده مشكله برضك كبيره، كان عنده اضطرابات نفسيه كتير، كان عنده انعدام ثقه، كان عنده خوف، كان عنده خوف من الفشل. باع لوحه واحده بس خلال حياته كلها، ومن بعدها حس ان هو فاشل في الشيء ده، فمبقاش بيبيع حاجه، مبقاش بيعمل حاجه، بقى بيرسم وبس. ولكن بعد وفاته ولما لوح وطلعت للنور، الراجل ده اعترفوا بعبقريته الفنيه. ما بعد الكلام الجميل دوت بقى، اللي انا عايز اوصله لك كله هم 5 حاجات بالظبط. اولهم انك تتعرف على خوفك وافهمه. مش هبقى ببالغ لما اقول لك دلوقتي خصص وقت في يومك انك تقعد تكتب فيه الحاجات اللي بتخوفك. ده بجد انا مش بهزر معاك ولا بتريق عليك، لكن فعلا خصص وقت في يومك انك تكتب الحاجات اللي بتخوفك. اكتبها، واكتبها على هيئه سؤال، ورد عليها باجابات. هل الحاجات دي فعلا ليها حل انها تبعد عني، عشان ابعد احساس الخوف او يشيل الخوف من الحاجه دي؟ تاني حاجه، حط خطه حقيقيه واقعيه، حط اهداف واقعيه وحقيقيه شايف انك قادر تحققها قدام. اسرح بخيالك بس مش قوي يعني، وقسم كل حاجه انت عايز تعملها لخطوات صغيره قادر ان انت تعملها بسهوله شويه. ده هيساعدك كتير انك تقلل الخوف من الفشل وحته الارهاق والتعب اللي بيحصل لك دايما. تالت حاجه، تدرب انك تسترخي، مارس تمارين التنفس العميق. لو انت تروح قاعد. رابع حاجة، دور دايما على داعم ليك، ما تترددش انك تتكلم مع اللي حواليك عن مخاوفك. ممكن يقدموا ليك الدعم والتشجيع ويساعدوك انك تشوف الحاجة من شكل تاني او من صورة تانية، منظور مختلف. خامس واخر حاجة معانا، غير نظرتك عن الخوف. اعتبر الخوف فرصة، حاول تشوف الخوف فرصة للنمو وانك تتعلم اكتر. وخليك فاكر كل ما هتواجه اي حاجة بتخوفك كل ما هتزيد قدرتك على التعامل مع التحديات والثقة بنفسك. حاجة اخيرة عايز اقولها لك، حاول تستمر في تطوير مهارتك ومعرفتك بأي شيء. كل ما كنت انت على استعداد واطلاع باللي بيحصل حواليك هتقل مخاوفك وهتزيد ثقتك بنفسك. وفي النهاية يا صديقي، اسف ومش اسف ان انا طولت عليك، يا رب تكون استفدت من الحلقة ويكون في شيء فادك فيها بشكل ما. اتمنى ان انا اشوفك بخير دايما، اتمنى ان انا اشوفك كويس. حب نفسك، انت جميل، وباذن الله نتقابل في حلقة جديدة من قهوة سادة ان شاء الله الاسبوع الجاي. ما تنساش بقى السبسكرايب، اللايك، الشير، شاير عشان يوصل لناس اكتر، حد غيرك يستفاد. اشوف وشك بخير يا صاحبي. سلام.